السلام عليكم. مواكبة منا لآخر تطورات أشغال الملاعب المغربية المحتضنة لكأس أفريقيا للأمم 2025، سنقدم لكم من خلال هذا الفيديو آخر مستجدي أشغال ملعب طنجة الكبير، الذي يعرف تطورات جديدة وتسارعا كبيرا نحو إتمام عملية تطويره، وأشغال ملعب مولاي عبد الله الجديد، حيث سنتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة يخفيها الملعب، وسنلقي نظرة على أشغال ملعب البريد بالعاصمة الرباط. والبداية من ملعب طنجة الكبير، حيث انطلقت أخيرا أشغال تركيب هياكل السقف العملاقة فوق الكابلات الفولاذية بعد استعدادات طويلة لهذه العملية المعقدة التي تشرف عليها شركات مغربية وأجنبية. وعند اكتمال وضع هذه القطع سيتم إضافة قطع أخرى ستتجاوز حلقة السقف الداخلية لتغطية الحيز المتواجد بين المدرجات الأرضية وخط التماس لأرضية الميدان. وكما تشاهدون في هذا التصميم، سيتم تركيب هذه الهياكل وربطها في المشابك الموجودة فوق حلقة الشد الداخلية، وفي الهياكل التي يتم وضعها الآن على شكل حرف V، كما ستحتوي هذه الهياكل على ممرات خاصة بالصيانة. وبعد تركيب الهياكل سيتم تغليفها بالقماش المشمع في المرحلة الأخيرة، وتظهر الصور الجديدة إضافة طبقة جديدة من الرمال على أرضية الميدان، حيث تم سابقا وضع نظام متكامل لري العشب وتصريف المياه في انتظار المرحلة النهائية بتثبيت العشب الهجين الذي سيغطي أرضية ملعب طنجة الكبير. ومن خارج الملعب لا زالت أشغال تكسية الواجهة الخارجية متوقفة، كما لم تنطلق بعد أشغال تركيب شاشة LED الخاصة بعرض الإعلانات التجارية ومواعيد المباريات في الجهة الجنوبية للملعب. وبالانتقال إلى ملعب مولاي عبد الله الأيقوني، فالصور الواردة من الملعب تجعلنا نطوق للحظة افتتاحه الرسمية، حيث دخل هذا الويرش الضخم مراحله النهائية، والأرضية العشبية أصبحت جاهزة، والمدرجات اكتست حلتها الجديدة بكراسي حمراء موحدة، وفي مشهد يعكس الطابع العصري للمشروع. جرى تركيب شاشات عرض عملاقة مع استمرار عملية طلاء السلالم وتغليف الواجهة الخارجية للملعب، بالإضافة إلى تركيب تجهيزات إلكترونية كأنظمة الصوت والإنارة ولوحات LED بين طوابق الملعب وكاميرات المراقبة. وتم أيضا الانتهاء من أشغال مستودعات تغيير الملابس والحكام والغرف الإدارية والتقنية وصالات كبار الشخصيات والضيافة التجارية، وتشهد المنصة الشرفية حاليا أشغالا دقيقة تتمثل في تركيب هيكل حديدي سيكون أساسا لمنصة التعليق والتحليل التلفزيوني، ومقاعد كبار الشخصيات VIP بوكس، والتي ستتميز بتصميم فاخر. ومن بين الأشغال الدقيقة التي تجري حاليا داخل المنصة الشرفية تثبيت ألواح LED عالية الدقة على مستويين ممتدين على طول الواجهة الرئيسية للملعب. هذه الألواح ستستعمل لعرض الإعلانات والنتائج والإحصائيات الفورية أثناء المباريات، مما سيضفي لمسة تقنية حديثة ومبتكرة تواكب أعلى المعايير الدولية. ويعتبر هذا الملعب مشروعا رياضيا استراتيجيا يجسد رؤية المملكة لتطوير البنية التحتية الرياضية وترسيخ مكانة المغرب كوجهة دولية لاستضافة أبرز التظاهرات الرياضية. ومن المنتظر أن يكون ملعب مولاي عبد الله جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليكون واحدا من أهم الملاعب التي ستحتضن كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.